السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله وفي افضل حال كده وفي احلى احوال. تعالوا في بدايه الفيديو يلا عشان ما ننساش كلنا نصلي على سيدنا النبي محمد عشان ناخد حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هعطيلكم على كرسي الاعتراف وهبتدي اعترف واجاوب على كل الاسئله اللي انتوا سالتوها لي على المنتدى. من كام يوم، من 3 ايام كده بالظبط، نزلت لكم الصوره دي وقلت لكم يعني ايه اللي حابب يسالني او اللي الناس بقى الجديده اللي دخلت القناه وعايزه تتعرف عليا تكتب لي السؤال وان شاء الله هرد عليها في فيديو باسمها على كل الاسئله اللي انتوا سالتوها لي. ما شاء الله البوست جاب كومنتات كتير جدا، فانا عايزه ابدا على طول علشان الوقت يعني. بس اول حاجه وقبل اي حاجه طبعا زي ما احنا متعودين بشكر كل الناس الجميله اللي دخلت قناتي جديد، اهلا وسهلا بيكم، وحبايب قلبي اللي هم المتابعين الاساسيين منورينها، وبشكر كل الناس الحلوه قوي اللي بتحط لي لايك على الفيديوهات. اشكركم يا جماعه من كل قلبي والله، والناس الجميله والاجمل اللي بتعمل لي كومنتات حلوه زيها، ربنا يخليكم يا رب، وجمال قلبكم ده يفضل دايما كده يا رب ان شاء الله. بس انا كده رحبت بيكم كلكم. تعالوا بقى ندخل على الاسئله بسرعه بقى عشان انا رغايه. تمام. بص انا هقرا الاسم بالكومنت. بص انا لابسه لكم النهارده فورمال بقى وحركات وحاجات ماشي، عشان كل ايه لكل مقام مقال، يعني احنا مش بنعمل روتين، بنعمل روتين بالجلابيه او بالعبايه. مش عارف ايه، واقفين في المطبخ نلبس المرياله، انما احنا قاعدين قاعده حلوه كده يبقى نعمل ايه وقار كده يعني. يلا قول بسم الله. اول سؤال جه في وشي وهو من اكونت اسمها ساره المقصوصي. ساره المقصوصي الاسم الاكونت كده بالانجلش. بتقول لي ايه؟ حابه اسالك كام وزنك وطولك. بصي يا ساره، انا وزني عشان السؤال ده اتكرر كتير جدا، انا وزني حاليا النهارده 55 كيلو وطولي 156. تمام كده. طيب في اكونت باسم مصطفى محمد، هي بنوته بتقول لي حبيبتي بحبك وبحب لبسك وشكلك وانت قمر وبموت فيكي ومتابعاكي واحلى لايك. سؤالي هو طريقه لبسك، انا عندي 13 سنه. طيب بصي حبيبه قلبي، اشكرك جدا على ذوقك وكلامك الجميل ده اول حاجه. تاني حاجه بص، انا لبسي انا بلبس الحاجه اللي هتليق عليا، ماليش دعوه بموضه، يعني الحاجه اللي انا شايفه نفسي فيها حتى لو كانت مختلفه، حتى لو كانت مثلا طالعه بقالها 3-4 سنين ما عنديش اي مشكله ان انا البسها. انا ما بلاقيش نفسي في الموضه سبحان الله، بلبس الحاجه وبشكل مثلا الجاكيت ده على معرفش ايه، الطرحه دي على معرفش ايه، البلوزه دي البسها بالطريقه دي وبالطريقه دي، فاهماني؟ فانت امشي كده، الحاجه اللي تليق عليكي مالكيش دعوه بالموضه. وطبعا انت لسه بنوته صغيره كده، الدنيا قدامك والعمر قدامك، بكره تكبري بقى وتدخلي الجامعه وان شاء الله ايه هتقابلي بقى كل الاشكال بقى، والبنات اللي لابسه معرفش ايه واللي لابسه معرفش ايه. اهم حاجه اللبس يكون محتشم بس كده وترضي بيه بابا وماما، وطبعا ربنا قبل بابا وماما وبابا وماما برضه. بص في مثل بيقول لك كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، انا دايما بقول ان الامثال ما بتكذبش حقيقي. طيب يلا بسرعه ننقل على الاكونت اللي بعده. حنين هادي بتقول لي بحبك قوي من العراق، ام فهد اللي هو اسمها ام فهد. سؤالي انت خريجه ايه؟ شهادتك يعني، وكم طفل عندك؟ نورتيني اول حاجه يا ام فهد، انت وكل اهل العراق الجمال اللي منورين قناتي ما شاء الله عليكم. بصي يا ستي، انا خريجه ايه؟ انا خريجه كليه اداب كملت دراسات عليا، عملت دبلوم تربوي. كان نفسي قوي اكمل ماجستير بس البيت والولاد بقى وكده، بس ان شاء الله باذن الله ده في طموحي وفي اسمها ايه يعني في النوتس بتاعتي كده حطاها، ان شاء الله ده هيحصل باذن الله عاجلا او اجلا حسب ما ربنا يكون رايد باذن الله. عندي كام طفل؟ عندي بنتين، ساندي وريم. ساندي كبيره عندها 8 سنين تقريبا، وريم لسه 4 سنين. ادعوا لي بقى ربنا يخليهم لي كده ويبارك لي فيهم واشوفهم يا رب كده احسن الناس. طيب فرح علي حبيبه قلبي فروحه بتقول لي انا فرح من السعوديه، عمري 13 سنه، ومره احبك انا وماما شفنا قناتك بالصدفه وصارت احلى قناه عندنا، استمري والله يوفقك. وسؤالي هو انت حلوه كده ليه؟ ما شاء الله عليكي عسل وذوق واخلاق ونسمه، اسم على مسمى. اول حاجه فرح، يعني مش انت بس اللي بتحبيني والله العظيم، انا من اول مره شفت الكومنت بتاعك على القناه عندي حبيتك جدا. سلامي ليكي وسلامي لماما، اشكركم جدا على متابعتكم وعلى كلامكم اللطيف، وان انت متابعاني بصوره دايما، وده فعلا انا شايفاه. انا حلوه علشان انتوا حلوين وشايفيني حلوه، انا مش حلوه كده يعني، انتوا اللي شايفيني حلوه يبقى انتوا اللي حلوين وقلبكم حلو وعينيكم حلوه صدقوني، انما انا انسانه عاديه خالص وفي احلى مني بكتير، يعني في بنات احلى مني بكتير، بس انتوا اللي محليني علشان انتوا اللي شايفيني حلوه. اشكرك جدا يا فرح.
طيب في اكونت، طبعا انا لازم اقول كل الكومنتات علشان ما حدش يزعل مني، حتى لو كانت صاحبه قناه وبتطلب دعم او كده، فايه هقول برضو. امراه عصريه وطموحه بتقول لي نفسي تاخدي جوله في قناتي وتقولي لي رايك بامانه. حاضر يا حبيبه قلبي، عينيا الاثنين، بس الفكره انا بتاخر شويه ليه؟ لان ما شاء الله القنوات كتير جدا وكله عايز دعم وكله ادخلي شوفي قناتي وكده. انا والله مش بتاخر خالص، حتى اسالوا كل الناس. هي بس الفكره ان ايه، وقت، ومشكله بقى ان التصوير بياخد وقت، القناه بتاخد وقت جامد، البيت، الولاد، الشغل، كل الحاجات دي بقى. يلا نقول الكومنت اللي بعده. ايوش احمد بتقول لي انا ايه بحبك في الله جدا، من اول فيديو شفتك فيه صدفه وانا متابعاكي. الكومنت ده بيتكرر حلو قوي وببقى مبسوطه بيه قوي ان انتوا تشوفوني فيديو صدفه وبعدين تحبوني كده. بتفائل بكلامك وابتسامتك الجميله، اللهم بارك واستمري، وان شاء الله قريب توصلي ل 100,000 علشان انت تستاهلي وبتتعبي بجد يا ايه. هو ده الحلم بتاعي، وبدعي ربنا ليل ونهار ان شاء الله ان اوصل ل 100,000 كده مشترك، واعلق درع اليوتيوب جنب البراويز اللي ورايا دي او جنب التابلوهات اللي ورايا دي. ادعي لي ان شاء الله ربنا هيكرمني بوجودكم معايا باذن الله. سمر محمد بتقول لي صباح الخير يا نسمتي. احلى سمر، هي اللي بتقول لي يا نسمتي، والله سمرتي. ممكن تكلمي الناس شويه عن التفاؤل وازاي الناس تحب حياتها حتى لو الحياه صعبه ونحب بعض. بصي يا سمر، طبعا سؤالك جميل ده عايز فيديوهات نقعد نتكلم فيه. الايجابيه يا جماعه، بصوا الدنيا مش مستاهله الواحد يزعل ولا يفكر في مستقبل ولا يفكر في اي حاجه. هو صحيح الرسول قال ان ايه، اعمل لاخرتك كانك تعيش ابدا، واعمل لايه لا، اعمل لاخرتك كانك تموت غدا، واعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. صح كده ان احنا نفكر في المستقبل وكل حاجه، بس برضو الدنيا حلوه خضراء، يعني عيشي بكل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا. ربنا مدي كل واحد حقه 24 قيراط، ما في ناس مش واخده 23 وانت واخده 28، لا، كل واحد فينا واخد حق 24 قيراط. ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، العدل صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى واسم من اسماء الله الحسنى. فايه، خليكي واثقه كده ان ربنا مديكي كل حاجه، وكل حقك انت واخداه، في صحه، في مال، في طفل، في شغل، في راحه بال، في رضا، في قناعه. اهم حاجه الرضا والقناعه. لو رضيتي واقتنعتي باللي ربنا كاتبهولك وتبقي عارفه وراضيه بيه قوي 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 من ربنا، ربنا هيزيدك وهيوصلك للي انت عايزاه. اهم حاجه يكون عندك هدف، اهم حاجه يكون عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله ربنا يرضي الجميع يا رب. وانا دايما متفائله، حتى انا صاحبتي لما بتيجي تقول لي تحكي لي مثلا مشكله او يبقى في اي موقف او حاجه، اقول لها بصي انا بشوف، خليني متفائله، خليني اقول اللي هيحصل بتفاؤل، خليني اسمع منك بتفاؤل. المهم ان انا يعني ايه، لو كل الناس خدت الدنيا كده ببساطه وبتفاؤل ان شاء الله باذن الله مش هيكون في اي مشكله. سوسو صالح بتقول لي اللهم بارك، بسالك كيف محافظه على وزنك تبارك الله بدون كرش لانها عقدتي. طيب يا سوسو، بصي انا عارفه الكومنت ده اتكرر كتير جدا، وقلت لكم ان انا هطلع اعمل لكم بيه فيديو، بس هو بصراحه مش مستاهل. بصوا يا جماعه، انا زي ما قلت لكم، انا والله العظيم من اول ما فتحت القناه والسؤال ده بيتسال لي برد اقول حاجه واحده، هي وراثه والله العظيم. انا عيله والدي، عيله بابايا كلهم كده، ستات ورجاله. يعني انا لو سافرت البلد ان شاء الله قريب هصور لكم بقى عماتي ما شاء الله عليهم، اللي هم ايه، الاحفاد، بقوا جدود، وتشوفيها تقولي ما شاء الله بنوته مثلا في الثلاثينات في الاربعينات كده. لا ما شاء الله عليهم كلهم. يعني احنا طالعين لهم، يعني انا واختي وبنت عمي، انا واختي وبنت عمي، البنات اللي في العيله اللي طالعين كده. احنا نعتبر احنا الثلاث بنات اللي في العيله بتاعتنا، تمام؟ يعني مش عايزه اقول اسم العيله وكده، بس احنا البنات اللي في العيله في الجيل، نعتبر جيل مقارب كلنا لبعض. فاحنا كلنا واخدين الحته دي من اهلنا، من اهل بابايا، من اهل والدي، من عماتي، من عمامي، من جدي الله يرحمه، كلهم سمباتيك كده في نفسهم. يعني بص، انا اقصى وزن ممكن اكون وصلت له كان 58 ونص 59. لما مثلا بلاقي نفسي وصلت للوزن ده، انا بسرعه بقلل في اكلي. يعني انا الحمد لله رب العالمين، دي ميزه كويسه من ربنا، بس اقول ما شاء الله. ان انا ايه، يعني لو انا زدت مثلا 2 3 كيلو وانا مش راضيه عن شكلي او عن نفسي كده، ممكن في يوم انزلهم، في يوم ازاي معرفش، بقطع الاكل. بزهق شويه، بزعل شويه، تلاقوني نزلتهم. ده ردي على كل الناس اللي بتسالني انت ازاي محافظه على وزنك. لكن انا باكل كل حاجه بكل الكميات اللي انا عايزاها، بس انا معدتي قد كده، فاهمين؟ يعني مهما يعني اكل والاكل يبقى عاجبني وخلاص هموت واكل وجعانه، ممكن معلقتين 3 كام صباع محشي معرفش ايه، وباكل زي ما انا عايزه.
بلاقي نفسي خسيت قوي قوي، يعني مثلا نزلت عن 52 كده اوصل ل 52، لا الاقي نفسي بقى ايه كده رفعت قوي او خسيت قوي. باكل اكتر بقى، اللي هو باكل اكتر ازاي؟ بعمل اكل وجبات رئيسيه، وبعدين في النص كده اجيب مثلا بسكوت بالشوكولاته، اي سناكس بقى، الحاجات اللي انا عارفه ان هي هتزود الوزن، وفي خلال مثلا اسبوعين بزيدهم تاني لحد ما اوصل للرقم اللي انا عايزاه. تمام، يا رب اكون ايه يعني جاوبت الاجابه المثاليه. فانا اخر واحده ممكن حد يسالها ازاي اخس. وبالنسبه للكرش بعد الولاده، طبعا ده بقى ما يعرفش بقى رفيع من تخين، كله بيطلع له كرش بعد الولاده، خصوصا لو كانت قيصريه. دخلنا 10 دقايق، انا عايزه بسرعه اخلص الكومنتات. بصوا، الولاده القيصريه بتعمل كرش بعد الولاده، بس في حاجه في الصيدليه اسمها حزام. الحزام ده اللي هو بتاع الولاده، تقريبا من تاني يوم على طول بتبتدي تلف الحزام ده على بطنك. انا كنت بولد في الصيف، فكنت بقى الحزام ده كان بيدمرني، بس بقى كنت بستحمل بالعافيه، لان انا اكتر منظر بيتعب لي نفسيتي ان انا مثلا ممكن اشوف بطن كبيره، دي صعبه. فهو الحزام ده جميل جدا وممتاز بصراحه، مع الحركه، يمكن انا بتحرك كتير كمان شويه. طيب هندخل بقى على الكومنت اللي بعده. مريم وعمر، لا مريم وعمر، بتقول لي انت منين يا نسمه وعندك كام سنه؟ بصي يا مريم، انا اصلي من محافظه البحيره، تمام، واهلي هناك وبروح لهم ولسه، وعايشين هناك بابايا ومامتي واخواتي وعمامي واهلي كلهم هناك. بس انا في القاهره هنا تقريبا بقالي 11 سنه. ازاي بقى؟ الجامعه بتاعتي، يعني انا اتجوزت تقريبا في ثانيه جامعه، فقضيت سنتين من الجامعه هنا، ومتجوزه بقالي 9 سنين، يبقى كده 11 سنه في القاهره. بس انا برضو اصلي بحراويه عندي كام سنه؟ عندي 27 وماشيه في 28. بصي حبيبه قلبي، يوميات بنت الديب، حبيبتي قوي، حبيبتي قوي انت، ربنا يبارك فيكي. انت عندك كام سنه يا قمر؟ انت انا رديت عليك اهو يا حبيبه قلبي، انت اللي قمر اقسم بالله. ياسمين رجب بتقولي بحبك، وانا كمان بحبك جدا يا ياسمين. بيتك جنتك مع انوشه بدات ازاي في اليوتيوب؟ وهل تفعيل القناه وتجميع الساعات اخذ وقت كبير منك؟ وايه اهم النصائح ممكن تديها لنا؟ وخطوه ظهورك بوجه خطوه شجاعه، ازاي قدرتي تتخطي خجلك وكسوفك على القناه؟ لاني مكسوفه جدا اظهر. وهل الظهور بينجز في تخطي الشروط بسرعه؟ واسفه على الاطاله، شكرا ليكي. طبعا الكومنت بتاعك مليان اسئله. انا باذن الله حتى انا وعدتكم كتير كده، كل القنوات اللي سالتني ازاي واعمل ايه ومش عارف واتصرف ازاي في القناه، من عندي قبل العندي هعمل لكم فيديو مخصوص ليكم ارد على كل الاسئله بتاعتك وكل اسئله الناس اللي هي الجميله اللي عايزه تعرف عن القنوات بتاعتها. انا بتكلم بسرعه شويه عشان عايزه اخد كل الاسئله، وفي نفس الوقت مش عايزه اطول عليكم الفيديو. بيت العيله مع نسمه محمد بتقولي نسمه الجميله، انا عندي سؤال يا حبيبتي، عاوزه اعرف ازاي ربنا يكرمني في اليوتيوب ويرفع لي فيديوهات وينزل ضمن الاقتراحات، ويا ريت اكون من المحظوظين اللي هتشيري لهم عندك على المنتدى. بصي يا نسمه، مش فاكره انا شيرت لك ولا لسه، بس عينيا الاثنين، لو انا ما شيرتش هشيرلك، دي اول حاجه. تاني حاجه الكومنت بتاعك برضه هرد عليه في نفس الفيديو بتاع بيتك جنتك مع انوشه ان شاء الله. ام روفان حبيبه قلبي بتقول لي صباح الخير والسعاده عليكي، صباح الفل عليكي يا ام روفان. قناه رورو بتقول لي في الغربه بنعيش ونشوف ونتعلم، لا ده قصيده شعر هنعديها بقى، بس قلنا اسمك اهو. موني وورلد بتقول لي نفسي القناه تكبر اعمل ايه؟ نفس السؤال، عينيا الاثنين. يوميات ام ياسين، ازيك يا نسمه، عايزاكي تدخلي تعملي جوله في قناتي. دخلت لام ياسين وعملت لها الجوله وقلت لها رايي، وكمان شيرت لها عندي على المنتدى. لميا ميمه حبيبه قلبي لميا بتقول لي بصوا بقى الكلام، يعني انا هقرا لكم كده وانتوا اسمعوا واحكموا بنفسكم. ليا حق يعني اتبسط بيكم ولا لا؟ مساكي ورد ومسك وعنبر وكل روايح الطيبه يا احلى واغلى نسمه، والله العظيم انت اللي غاليه يا لمي. بالجزائري نحبك بالذات، وانا بحبك برشا برشا وبالذات بالذات شفتي هم دول الكلمتين اللي انا حافظاهم، بالذات وبرشا. هل عندك هوايه في اعاده تدوير الاشياء واعمال فنيه لتزيين المنزل؟ بصي جدا جدا، والحكايه دي تقريبا وراثه برضو، بس انا واختي، يعني انا اختي اصلا دخلت كليه، كمان الكليه بتاعتها هي تربويه، يعني هي مدرسه برضو، بس الكليه بتاعتها فيها اعمال يدويه من كتر ما هي بتحب الحاجات دي، وعملت مشاريع وحاجات حلوه قوي قوي يعني في الحوارات دي. فانا فعلا بحب اعاده التدوير جدا، ما بحبش اشتري حاجه جديده على وضعها، احب اجدد اللي عندي بالخيال بتاعي، باللي انا عايزاه وبالشكل اللي انا بتمناه. بصوا ام تميم متولين بقى حبيبه قلبي برضو من السعوديه، بتقول لي يسعد صباحك ومساكي يا احلى وارق نسمه على قلبي. انا سؤالي الوحيد لك هو هل
اذا قدرنا نيجي مصر ممكن اقابلك ونقضي يوم كامل معاكي مع اسرتك الكريمه ونتفسح في مصر. ده انتي تنوري مصر وتشرفينا، واهل مصر كلهم في انتظارك، مش انا بس يا ام تلين وام تميم، ربنا يبارك لك فيهم يا رب، والله تنورينا. طيب هندخل بقى على اسماء عثمان، بتقولي بصي يا جميله، بصي اسماء، كنت عايزه فيديو عن اللبس بتاعك وازاي بتلاقي اللبس مع بعض وتغيري في شكله. انا بحب افكارك قوي، انت ما شاء الله عليكي عسل قوي، فيديوهاتك كلها حماس وطاقه وبتشجعيني جدا. عينيا الاثنين يا اسماء، باذن الله ناويه اعمل فيديو زي ده باذن الله علشان كل البنات الجميله، وعشان خاطر الاء حبيبه قلبي اللي عندها 13 سنه وبتتابعني وبتحب لبسي، وعشان خاطرك انت كمان هعمل لكم الفيديو ده. اكونت باسم احمد العطار بتقول لي ايوه بقى عرفينا عليكي اكتر، سنك وتعليمك واي حاجه، بنحبك جدا والله. انا سني قلته كده يا حبيبه قلبي، انا الاكونت اسم احمد العطار، سني قلته تمام. تعليمي زي ما قلت لك انا خريجه كليه اداب وعملت دبلوم تربوي، يعني يعتبر انا معايا كده كليه تربيه. نفسي قوي، كان نفسي قوي اعمل ماجستير، بس برضو بيتي وولادي كانوا اهم، ولادي كانوا صغيرين، فانا ان شاء الله باذن الله ادعي لي بقى ربنا يوفقني، عشان انا حلم ده من احلامي برضو مع القناه، ان ربنا يكرمني واقدر اعمل ماجستير، ادعي لي. ابو صالح، هو سؤال شخصي، انت عايشه في بيت عيله وازاي بتتعاملي معاهم وربنا يسعدك يا جميل؟ بصي حبيبه قلبي، اولا انا مش عايشه في بيت عيله، اغلب الناس هنا في القاهره كلهم بيبقى ليهم شقه خاصه يعني، ولو بيت عيله بتبقى عماره وبيبقى كل حد برضو ليه شقته الخاصه. بصي بقى، لو انت هتساليني عن رايي الشخصي، لو انا مثلا اتجوزت في مكان في بيت عيله، لا انا مش هوافق اصلا، مع احترامي لكل الناس الجميله، انا امي كانت عايشه في بيت عيله، ومرات عمي وعمي ولحد النهارده عايشين في بيت عيله، يعتبر بيت عيله لسه، بس الناس دي الناس القديمه بقى اللي هي تعيش وتستحمل، انما احنا الجيل اللي طالع اللي هو اصلا لو حد نفخ في وشنا نتخانق ونعيط، فمنعا للمشاكل واي حاجه. يعني انا اختي مثلا بقول لها، يعني اختي لسه ما اتخطبتش ولا اتجوزت او كده، فاللي بيجي يتقدم مثلا بقول لها انت براحتك، بس انا لو هختار يعني لا، منعا للمشاكل ليكي وليهم، بلاش بيت عيله، لان مهما تعملي انت عارفه، لو صوابعك ال10 دول كده ولعتيهم شمع برضو مش هيعجب، وهتلاقي فيه منافسه، هتلاقي فيه غيره، هتلاقي كده. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا شقتي جنبها على طول شقه سلفتي، فاحنا نعتبر كاننا عيله، بس هو مش بيت عيله، فاحلى حاجه فينا ان احنا كل واحد واخد خصوصيته، وفي نفس الوقت احنا برضو مع بعض. وحماتي ربنا يديها الصحه ويبارك فيها برضو، احنا بنتشرف بيها وبنتحايل عليها ان هي تيجي تقعد معانا بالاسبوع بالشهر بال10 ايام، بس هي ما بترضاش تيجي تقعد يومين وتمشي، وولادي يقعدوا يعيطوا اقعدي معانا يا تيتا، بس هي بقى ربنا يديها الصحه يا رب، عندها يعني برضو سيلفي لسه مش متجوز، فهي قاعده معانا. طيب في اكونت باسم عراقيه وفن، هالو نسمه شلونك، اتابعك من اول فيديو شفته، تدرسين اي ماده؟ اول حاجه نورتيني، انا بدرس ماده لغه انجليزيه، مدرسه لغه انجليزيه، وفي مفاجاه كبيره جدا جدا بس مش عايزه اقولها دلوقتي، يعني استنوا كده على اخر شهر 10 هبقى افجرها واقول لكم، هي مش مفاجاه يعني ساره، بس تمام يعني الحمد لله على كل حال عشانكم. بس ميرا محمد بتقولي انت ساكنه فين وعايشه في بيت عيله ولا لا؟ ولما جيتي توضبي الشقه حماتك اعترضت ولا لا؟ ولا ايه؟ علشان انت شكلك كده مش بقالك كتير مش متجوزه. بصي يا ميرا، انا زي ما انا ما رديت قلت لك انا مش عايشه في بيت عيله، ولما جيت اوضب الشقه حماتي ما اعترضتش لسبب، انا حماتي زي ربنا يديها الصحه زي ما قلت لكم يا رب، هي عارفه بتؤمن جدا بالتجديد، عارفه ان مثلا مش التجديد العمار، هي قصدها هي بتشوف كده ان انت بتعمري في بيتك، دي حاجه كويسه لاولادك ولنفسك ولجوزك، تغيير في الحياه عموما، وهي عارفه قد ايه مثلا انا تعبت وهو كمان تعب جدا، وحوشنا ما جيناش على مثلا قوت يومنا او قوت بيتنا علشان نعمل كده، لا احنا حوشنا وصبرنا وبقالنا سنين بنحوش، وعملنا كل اللي نفسنا فيه من غير ما نيجي على حاجه يعني، بس اهم حاجه الصبر، وهي الحمد لله رب العالمين متفهمه جدا، ربنا يبارك فيها ويديها الصحه يا رب ويخليها لنا. اولاد الشاي بتقولي انا ام احمد، واحب اقول لك انت جميله قوي وبحبك جدا يا نسمه. السؤال بقى انت من اي بلد؟ انا رديت يا ام احمد اهو، انا من محافظه البحيره. تمام. ايه عبد الوهاب دي شاعره القناه يا جماعه، بتقولي صباح الحلويات والشوكولاتات على احلى واجمل نسمه، صباح الفل يا يويو. رجب صالح، والله انت اللي عسل واحلى من العسل كمان. طبعا انا عارفه ان كل الكومنتات الاكونتات باسم مثلا تبقى عامله اسم الاكونت باسم جوزها او ابنها،
وهي ست يعني. اشكرك جدا على ذوقك وعلى كلامك الجميل. آية محمود تقول عايزه الاكونت بتاع الفيس بتاعك. بصي يا آية، انا عامله صفحه على فيسبوك باسم القناه اسمها نسمه في المطبخ، او انت نسمه في المطبخ. بس انا عامله، بس مش هتعرفي تتواصلي معايا لان انا الرسايل مش بعرف اوصل لها، مش عارفه ليه ما بتفتحش معايا. بس في بقى صفحه على الانستجرام باسمها نسمه في المطبخ وحاطه فيها صورتي، ادخلي بقى كلميني واكتبي لي كل اللي انت عايزاه عليه. يوميات ام زياد ومحمود بتقولي عسوله قوي، ربنا يحميك، ربنا يخليك يا ام زياد، تسلمي لي يا رب. ممكن نزرع ماشي. هو في اكونت باسم اي يعني بصوا حرف الاي و3 اي ماشي. بتقولي هلو نسمه، كم عمرك وكم طفل عندك؟ انا جاوبت على السؤال ده. لهوفه من محافظه محافظه البحيره. عندك كم سنه؟ رقيه احمد بتسالني. انا عندي 27 وماشيه 28 اهو. ورد جوري بتقولي مرحبا، انا اسراء من الاردن. حبيبتي بتمنى لك كل خير. ممكن اسالك كم معدلك في ايه؟ في الثانويه العامه. كم معدلك في الثانويه العامه؟ وشو كنت علمي ولا ادبي؟ وشو رايك في عندها طفلين وحابه تكمل تعليمها بس الظروف منعتها؟ اعطيني النصيحه. بصي بقى عشان انتي كده بتوصفي كل اللي حصل في حياتي. اول حاجه معدلي في الثانويه العامه، انا الثانويه العامه كانت على وقتي انا، كانت اللي هي السنتين. سنه تانية جبت فيها، كنت خايبه شويه، جبت فيها 85 او 82 مش متذكره. في سنه ثالثه جبت 94 مع اني في سنه تانية كنت بذاكر اكتر من سنه ثالثه. فسنه ثالثه جبت 94، سنه تانية جبت 85، والمجموع الكلي بقى توتال عمل تقريبا 82%، ودخلت كليه اداب. بس انا عموما بحب الاداب يعني. تمام. انا كنت ادبي من الاول، انا مش مع خالص اللي تدخل علمي وهي مش قدها. يعني انت شايفه نفسك شاطره في المواد اللي هي العلميه زي الفيزياء والكيمياء والعلوم الرياضيه وكده والحاجات دي، تمام تدخلي وتمام. بس ما ينفعش يبقى الواحد عارف مستواه ويضحك على نفسه. هتيجي في تانية مثلا علمي هتقعي، هتيجي في تالتة هتلاقي اللي هي اصلا داخله ادبي ومعدلها اقل منك بقت احسن منك واعلى منك. فكري ووزنيها قبل ما تاخدي خطوه زي دي. بالنسبه بقى الام عندها طفلين وحابه تكمل تعليمها، انا مع جدا الفكره دي. انا اتجوزت وانا في تانية جامعه، كنت طالعه تالتة الحمد لله. اتجوزت بعد نتيجه لا مش بعد النتيجه، اتجوزت على طول بعد الامتحانات ما خلصت على طول. كان عندي ساعتها تقريبا 19 سنه. بس هقولك على حاجه، هي بترجع للشخص اللي معاكي، هل هو انسان كويس ويحب لك النجاح وبيشجعك وفاهم يعني ايه تعليم وكده ولا لا. دي طبعا بتفرق جدا. فانت لو ربنا رزقك بشخص زي كده، وانت لازم يكون عندك طموح. انا كان معايا كتير جدا من زمايلي متجوزين ومعاهم ولاد ما كانوش حتى يعني ما كملوش. انا اعرف ناس ما كملتش ومستقبلها ضاع وبقت الشهاده بتاعتها مش ثانويه، لان الثانويه مش معترف بيها، مش شهاده يعني معتمده، بقت الشهاده بتاعتهم اعداديه. فانت لو انت عندك طموح هتكملي وهتوصلي، ده حلو جدا ليكي، حلو جدا لاولادك، لمستقبلك، وربنا يصلح الحال لينا وليكوا يا رب. برضو هي بتسالني اللي هي ورد، برضو بتقولي كيف اتجوزتي جوزك عن حب ولا تقليدي، وكم عندك ولاد، واحكي لنا نصائح زوجيه مع الزوج المهمل زوجته. طيب انا اتجوزت ازاي؟ لا اتجوزت عن حب، بس قصه حب غريبه شويه. يعني هو كل واحد فينا كان بيحب التاني من طرف واحد. يعني انا كنت بحبه وساكته، وهو كان بيحبني وساكت. اللي هو ايه، محدش كان عارف، ولا انا نفسي كنت اعرف، ولا هو نفسه كان يعرف ان انا كده. فجه هو لما جيت اقدم، اللي هو كانت مفاجاه بالنسبه لي ومفاجاه بالنسبه له لما عرفنا. طبعا انا وافقت على طول اصلا ما كنتش مصدقه. وبعدين اعترفنا بقى لبعض بعدين يعني. بس هي كانت قصه لذيذه قوي، حتى انا بفرح قوي لما بقعد احكيها يعني. مختلفه، واللي هي ايه، هو خجول وبيتكسف وانا خجوله وبتكسف، ولا انا كان ينفع اقول ولا هو كان ينفع يقول. ويشاء الظروف ويشاء القدر، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا ببعض يا رب كده العمر كله نفضل مع بعض. رؤية احمد بتقول لي انت ثواني، انت لسه ليكي تكمله للسؤال بتاعك يا ورد. بتقول لي واحكي لنا نصائح زوجيه مع الزوج المهمل زوجته. ده عايز فيديو بقى يا ورد، عشان كده الفيديو هيطول قوي. عناية الاثنين، انتوا بتدوني افكار حلوه قوي للفيديوهات. رؤية احمد بتقول لي انت مدرسه ايه؟ رؤية انا قلت انا مدرسه انجليزي. والله كان نفسي اقول لكم خمنوا انتوا يعني شكلي يدي مدرسه ايه. كده انا اعتبر خلاص خلصت كل الاسئله. بص انا جاوبت على كل الاسئله دي اهو.
تمام. انا كده وصلت لكل الاسئله، يا رب اكون كفيت ووفيت ووصلت لكم كل الاسئله اللي انتوا عايزين تعرفوها. كنت مبسوطه، على بقى اقرب لكم شويه. كنت مبسوطه جدا جدا في الفيديو ده. الفيديو طويل شويه سامحوني، وكمان ممكن ينزل متاخر شويه عن ميعاد القناه، فسامحوني برده. شكرا جدا ليكم، شكرا لكلامكم وذوقكم، الناس اللي كتبت اسئله والناس اللي ما كتبتش، الناس اللي بتتفرج والناس اللي ما بتتفرجش. اشكركم جدا. لو وصلتوا بقى معايا هنا في الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو. ولو بتشوفيني لاول مره وحبيتيني وحبيتي قناتي، اشتركي في القناه من كلمه اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وعشان يوصلك مني اشعار ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني بكل يوم بنزل فيديو، يوصلك مني اشعار ان انا نزلت فيديو. هتعملي ايه؟ هتدوسي على علامه الجرس جنب كلمه اشتراك، وهيطلع لك 3 اختيارات هتختاري منهم كلمه الكل او اول لو الموبايل بتاعك بالانجلش. اشوفكم بقى على خير، واقول لكم تصبحوا على خير عشان انا بصور بالليل. لو الفيديو نزل الصبح هقول لكم صباح الخير. اشوفكم على خير ان شاء الله يا حبايب قلبي، فيديو جديد وحلقه جديده. ما تنسوناش من صالح الدعوات. باي باي.